دلوقتي محتاج مدير فني شكله عامل ازاي؟ هل مدير فني تجيبه كان ماسك فرق في الدوري الالماني مثلا في المركز ال 13 او ال 14 والكلام ده وتقول هو مدير فني قوي؟ طب لما انت بصيت على المدير الفني القوي وقلت ان انا هجازف فيه مثلا، ما بصيتش على طريقه لعبه؟ اكيد بصيت، وكل الناس بدات تنشر ان الراجل ده بيلعب على الاطراف قبل ما يجي وخلاص والدنيا حلوه وده زي الفل، واتكلمنا في ده كله. طيب على الاطراف يبقى انت جبت له احمد سيد زيزو، وده حلو حلو جدا كمان. الكلام ده احمد سيد زيزو جاي قبله على فكره. انت عشان تنجح الراجل ده كان محتاج ان انت تجيب له راس حربه يدخل جوه الصندوق ويلعب بدماغه كويس. انت ما جبتلوش، وهو الراجل طلع فضح الليله كلها في اخر مؤتمر صحفي. حتى لو المدرب ده فاشل او جزء منه فاشل، فانت فشلته بنسبه 100%. يعني ممكن يكون هو عنده طموح حتى ان هو ينجح، كان عنده طموح ان هو ينجح. انا اتوقع ان الراجل ده كان بيعلن في اخر 4 5 ماتشات اللي قبل الماتشات الاخيره اللي هو لعبها كويس. اصل ما فيش مدرب في العالم معلش ما عندوش فكر يعني ايه بسيط. حتى ريبيرو كان عنده فكر، وكان بيلعب واستراتيجيه وانماط لعبه وكل حاجه، وانت كنت بتشوف في الملعب. بس الفكر نفسه ممكن الراجل نفسه ما عندوش كاتشانه، يعني ما يقدرش يكاتش جوه المباراه نفسها، ما يقدرش ياخد قرار داخل المباراه يغير شكل. ده ريبيرو. المدرب اللي موجود ده عنده نمط لعب معين ما بيقدرش يغير غيره. ده اللي موجود دلوقتي، ما عندوش تنوع في الهجمات، ما عندوش. بس على الاقل لما هو ما عندوش، خلي بالك ان هو كان بيوصل لحد الكورنر ويترفع عرضيه. الرفعه العرضيه ما فيش حد يستقبل، لو تريزيجيه مش موجود ما فيش حد يستقبل تاني. فهو كانت مشكله عندك لما انت جبت مدرب انت ما درستوش. ودايما احنا بنتكلم عايز تنجح، انت بتجيب مدرب عشان بعد كده يعمل، انت بتدرسه كويس هل ده هينجح معاك ولا لا.